السلام عليكم. كاستور يا سيادنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بادئ زبيد. تعرفي ايه عن الدستور؟ ها؟ تعرفي ايه عن الدستور؟ السوق في كل حاجة. الدستور. دستور، تسمعي عن الدستور؟ اقول ايه؟ انا اول حاجه ماليش في السياسه دي حاجه. امال ليه نعم للدستور؟ عايزين الدنيا تمشي، عايزين الدنيا تمشي. احنا هنقول نعم ليه؟ عشان الدنيا تمشي. ان شاء الله نعم، عشان البلد تمشي وحالها تمشي. مضطر ان انا اقول نعم. ليه؟ عشان البلد تمشي. لسه ماشيه عربيه في الشارع، كانت لسه فيها انفجار ولسه ماشيينها. الاستفتاء على دستور الفتره الجايه، هل هتنزلي بظل كل التفجيرات اللي بتحصل دي؟ هل هتخافي تنزلي؟ هل هتقولي لا؟ هتقولي نعم؟ المفروض ان اللي ينزل عنده قناعه شخصيه. انما حضرتك بتسالني ايه؟ طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. لن نحثكم على التصويت بنعم او لا، انما ندعوكم للتصويت والمشاركه في الاستفتاء على الدستور. نحن نرى ان المنتج مناسب وسنصوت عليه بنعم. او نعم، لان عشان الامان للبلد والاستقرار للبلد ونشوف حياتنا. قريت الدستور؟ قريته طبعا، وفي مواد حلوه جميله، وربنا يوفق الجميع باذن الله. يا أبناء مصر، مصر تناديكم إن هذه الوثيقة الهامة التي كانت نتاج عمل لجنة ال50 لا نفاذ لها إلا بأصواتكم المؤيدة. فريد الدين محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك بيقول مبارك طلب الإدلاء بصوته وسيقول نعم للدستور، وبين قوسين كده هو بيقول سيقول مليون نعم، يعني مش نعم واحدة. امسك أعصابك واوعى تتهور، يعني طول ما انت ماسك أعصابك ولا حد يقدر يكلمك. تكلم عن أهم حاجة في هذا الدستور، هو إقامة الدولة القانونية، سيادة القانون. مصلحتنا جميعا كمصريين شيء مهم جدا أن نطلب من كل المواطنين أن يصوتوا بنعم، أن يشاركوا في الاستفتاء ويصوتوا بنعم. ولا تبص المادة كذا ولا الدستور مواده كذا ولا المادة كذا بتقول كذا ولا كذا. خلاص يا جماعة الوقت ده فات، بعد بكرة نازلين نقول نعم للدستور، كلنا ننزل محدش ما ينزلش. عمت المساواة ودقت ساعة العمل من أجل نفاذ هذا الدستور في 15 يناير الحالي بالتصويت بنعم. نحن نؤكد أن مصر دولة وطنية مستقلة. المشكلة الحقيقية هي ماذا بعد نعم. نقول نعم، أعتقد أنا أن الشعب المصري لن يخذل حزب التجمع عندما رفع شعار 80% حضور و80% نعم. عندهم حساسية مفرطة من التين الشوكي، وللأسف الحساسية دي معدية جدا. أنا أبونا بندلمون كاهن كنيسة الروما الأرثوذكس بدمياط، ولازم نشجع الناس كلها إنها لازم تنزل الدستور، وأنا بقول لهم لازم يقولوا نعم، لازم نقول نعم عشان خريطة الطريق، نعم علشان مستقبل مصر، نعم علشان أولادنا، نعم عشان الخير اللي هيعم مصر إن شاء الله. أمثال العرب تعلمنا أنه قول نعم يزيد النعم، ونعم للدستور تعطي بركات ونعم كثيرة في حياة مصر. نطمح أن يتم الموافقة على هذا الدستور نظرا للجهود المبذولة وحسن الصياغة والمواد الطيبة التي وضعت فيه التي لم تنسى أحدا. دستور دولة العدل والمساواة، الدستور الذي سننزل جميعا كمصريين وبأعداد أكبر هذه المرة لكي نصوت عليه بنعم، وهنقول نعم علشان بنحب مصر. هننزل وهنقول نعم علشان بنحب مصر. هننزل
وهنقول نعم علشان بنحب مصر. ان مصر رجعت من اكبر دول العالم في زراعه المكرونه بعد الثوره. زراعه ايه يا فندم؟ المكرونه. زراعه المكرونه ده بعد الثوره ولا قبل الثوره؟ لا بعد الثوره طبعا، قبل الثوره ما كانش فيه زراعه للمكرونه اصلا. انا بستغرب. بدايه مصر الجديده، بدايه مصر الحديثه، ننزل عشان نقول نعم، ننزل عشان نصوت على دستورنا اللي هو هيبقى الميثاق لشعب المصري كله، الدستور اللي فيه كل بند وكل حاجه فيه تحمي كل واحد في أسرة مصر. نزود الدخل ومفيش مانع ان انا ابقى عندي مكرونه سباكيتي وعندي المكرونه المقصوصه، عارفه اللي هي حضرتك ديت وبتاع. يعني هو زراعه المكرونه دي يعني شيء جميل، بس هل في اراضي تسيع زراعه المكرونه؟ بنقول للشعب المصري لازم تنزل، والرياضيين كلهم متمثلا في سيادة الوزير والنخبة اللي انت شفتها من النجوم الرياضة في كل الألعاب، ان احنا موافقين على خارطة الطريق ونبتديها بالدستور ان شاء الله. لأن الثورة الأولى كانت مؤامرة على مصر، لكن الثورة الثانية كانت بثورة حقيقية نزل فيها الشعب المصري كله. الثورة الأولى نزل فيها المتآمرين على مصر والخاينين لمصر، لكن أنا اعتقادي الشخصي أن الثورة الحقيقية اللي وصلتنا لخارطة الطريق هي 30 يوليو. الله، وده من ايه لا مؤاخذة يعني؟ ايه اللي من ايه؟ يعني حساسية يعني ولا زعل؟ السيسي هينجح الدستور بالتزوير، واحتمال حاجتين من اتنين، هيمسك رئيس جمهورية يمسك رئيس جمهورية يمسك البلد بتزوير الانتخابات برضه، يا اما يفضل وزير دفاع زي ما هو حصل نفسه ويجيب واحد طرطور تاني بانتخابات مزوره، واخد بال حضرتك، ويبقى هو برضه وزير دفاع ونفس الوقت رئيس جمهوريه وجايب واحد طرطور زي الطرطور اللي ماسك دلوقتي. كل حاجه يا نسا رجعت زي ما هي، المرور رجع بايظ زي ما هو، الرشاوي رجعت زي ما هي، المعاملات الوحشه والاسعار بتزيد جدا. انا راجل صنايعي، انا راجل ارزاقي، انا جات لي جلطه من حوالي 5 شهور، شفت المر عشان اتعالج. الله يرحم الناس اللي ماتت عشان خاطر احنا نعيش.